السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سباركس؟ عاملين ايه؟ انا كيان، وان شاء الله هبدأ معاكم بلاي ليست جديدة. وقبل ما ابدأ خليني اسألكم سؤال بسيط. عمرك حسيت انك شاطر ومش ظاهر، او بتتعب ومش واصل؟ الفرق هنا مش انك عارف، لا، الفرق انك تعرف تتعامل، وده بالضبط اللي اسمه سوفت سكيلز. تعالوا نعرف يعني ايه سوفت سكيلز. سوفت سكيلز هي المهارات اللي بتخليك تتصرف صح، تفكر صح، وتتعامل صح. مهارات فيك مش في شهادة، زي التواصل، إدارة الوقت، حل المشكلات، المرونة، وكل اللي بيخلي الناس تحب تشتغل معاك. طيب ليه بقى المهارات دي بقت مهمة دلوقتي؟ لأن الدنيا اتغيرت والشغل بقى عايز دماغ مرنة، شخص يعرف يتعلم، يتأقلم، ويفهم اللي حواليه. الشركات بقت بتدور على اللي يقدر يفكر مش اللي يحفظ. ازاي السوفت سكيلز هتفيدك في حاجتين. هتخلي فرصك أعلى لأنك قادر تتعامل تحت ضغط وتتكلم بثقة، وهتخلي يومك أسهل لأنك فاهم نفسك وفاهم اللي حواليك وعارف تدير وقتك صح. زمان كانوا بيسألوك انت بتعرف تعمل ايه، دلوقتي بيسألوك انت بتعرف تتعامل ازاي، وده الفرق اللي بيخلي واحد يتقبل في شغل والتاني يترفض. طيب ازاي السوفت سكيلز بتخليك تواكب التطور؟ لأن التكنولوجيا بتتغير، البرامج بتتطور، المجال اللي شغال فيه ممكن يختفي أصلا، لكن مهارة التواصل هتفضل مهم، إدارة الوقت هتفضل مهم، تفكير النقد هيفضل مهم، والتعليم الذاتي أهم وأهم. بمعنى تاني، السوفت سكيلز هي الضمان الاجتماعي الحقيقي بتاعك في شغلك وفي حياتك. مهما الدنيا اتغيرت انت لسه واقف وثابت. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية دي أصل كل تطور. مفيش تغيير في الحياة ولا في الشغل ولا في الفرص غير لما انت نفسك تتغير. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أرادهما معا فعليه بالعلم. المعنى هنا مش بس العلم الشرعي أو النظري، العلم هنا بكل اللي بيخلي الإنسان يتطور، والمهارات اللي بتبني شخصيتك جزء من العلم ده. طيب ليه أتعلم سوفت سكيلز؟ عشان تبقى أحسن نسخة من نفسك مش نسخة من حد تاني. وكل مهارة بتتعلمها بتزود فرصك، بتقلل توترك، بتقربك من هدفك بشكل واقعي. مفيش هري، في شغل، في تدريب، في تغيير، وفي نتيجة. بس قبل ما نقفل اسأل نفسك سؤال: ايه اكتر مهارة لو طورتها الشهر الجاي حياتك هتتغير بنسبة 100%؟ فكر فيها واستناني في الحلقة الجاية، وهتعلم خطوة بخطوة ازاي نبدأ نطور مهاراتنا مع بعض. لو عجبك الفيديو واستفدت منه متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وتشير الفيديو.